السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. النهارده فكرة الفيديو جامدة جدا. بصوا يا جماعة، انا بقالي كام يوم كده تعبانة. كل اللي بيشوفني عمال يقول لي شكلك حامل شكلك حامل. فمن هنا بقى جات لي الفكرة بتاعت الفيديو، ان انا هعمل مقلب في جوزي ان انا حامل واشوف رد فعله ايه. بصوا، ده الاختبار بتاع الحمل القديم بتاع يزن. باين فيه اهو شرطتين. انا كنت لسه محتفظة بيه لحد دلوقتي يعني. فقلت بقى ايه، قعدت افكر كده ان انا اطلعه واجي مثلا. كان عندي برضو الاختبار اللي انا كنت عاملاه في المعمل ان انا حامل، او مش هاخد بالي من التواريخ قوي. فقلت هطلع الحاجات دي واحضرها واعمل مقلب فيه واشوف رد فعله ايه. بص، هو صراحة يعني ما اعتقدش اللي هو هيكون مبسوط، لان هو عمال يقول لي خلي بالك، اعملي حسابك في وسيلة، اوعي تنسي، اوعي يزن لسه صغير، معرفش ايه وكده. وانا الفترة الاخيرة صراحة كنت ملخبطة في البرشام بتاع منع الحمل. فانا من هنا بقى الحاجات دي كلها جت في دماغي اللي هو ممكن فعلا يصدق ان انا حامل. فانا قلت بقى ايه، هعمل فيه مقلب وربنا يستر عشان انا لسه معرفش رد فعله ايه. فكل حاجة تبقى قدامكم، ويا رب يطلع فيديو جامد. ويلا بينا نشوف رد فعله ايه. انا الاول هكلمه في التليفون اشوف هو فين، وبعدين نجهز بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، هو مش هيكون مبسوط لسبب ان يزن لسه صغير. اللي ما يعرفش ان انا لسه مخليها من 4 شهور بس، ويزن عنده 4 شهور. وهو دلوقتي اصلا محتاج رعايه وتفرغ تام. يعني انا لو بعمل اي حاجه في البيت وبسيبه، هو بيتضايق ان انا بسيبه. فهو عايزني ان انا اهتم بيه 24 ساعه. فتخيلوا مثلا ان انا حامل وفي نفس الوقت بشتغل وفي نفس الوقت معايا بيبي وشغل البيت. فهو عايزني ان انا اكون متفرغه ليزن. فالحمل التاني لو حصل انا هبقى تعبانه، لان الحمل الاولاني كان صعب جدا وكنت تعبانه. فهو الفكره بالنسبه له اللي هو مثلا مش هيزعل عشان ربنا كرمنا تاني او لا. هو هيزعل علشان انا الوقت غلط، يعني الوقت ذات نفسه غلط. هو كان مثلا عايز يستنى سنتين، سنه على الاقل يكون يزن كبير شويه. فهو مش هيبقى متضايق علشان انا مثلا حملت، او ربنا كرمنا وكده. لا، هو التوقيت بس ذات نفسه غلط. فتخيلوا الصدمة، اللي يزن لسه عنده 4 شهور بس، وانا بقول مثلا ان انا حامل. فانا مش عارفه رد فعله هيبقى عامل ازاي. واستنوا لاخر الفيديو عشان تشوفوا رد فعله. ولو عجبكم الفيديو ده متنسوش تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناه. بصوا يا جماعه، انا ثبت التليفون دلوقتي في حته مش باينه، وهو هيجي من باب الشقه هنا اهو. تمام. انا هكلمه برضه في التليفون عشان اشوف قدامه قد ايه. هو خلاص كان على اول الشارع. فانا هرن عليه دلوقتي اشوف هو طالع على السلم ولا لا. الو. ايه يا بابا، انت فين؟ خلاص طالع. مش. طب يلا عشان بقى اقول لك مفاجأة حلوة. امم. ايه في ايه؟ في ايه؟ لازم فين؟ لازم ايه؟ في ايه؟ عندي ليك مفاجأة. خير فين بقولك ايه؟ ايه؟ تحكي زي كده في ايه؟ عندي ليك مفاجأة. خير. بس مش عارفة هتبسطك ولا هتزعلك. امم غمض عينك. قولي غمض في عينك. ايه؟ ما تقول غمض على عينك طول. طيب. قول على غمض طول. عينك فتح هتلاقيها. قول على طب طول. غمض عينك بس. اخلصي يا يسرا. غمض. قولي على طول. بص. ايه ده؟ انا حامل. حامل ازاي يعني؟ وايه اللي حامل ازاي؟ حامل. هو يعني يعني ايه حامل حامل ازاي؟ ازاي يعني؟ يعني ايه حامل ازاي؟ رحت ايوه عملت يعني. التست لقيته حامل. ايوه وانت مش عامل حسابك يعني ايه الهبل؟ ايوه انا عامله حسابي، بس ايوه. اخر مره لخبطت في البرشام. ايوه وبعدين يعني. بس فحاسه ان انا تعبانه شويه فعملت قلت اجرب. ايوه الولاد ده اللي لسه مكملش 4 شهور. اعمل ايه طيب؟ انت يعني دي حاجه بتعملي ايه؟ بايدي؟ ايوه وبعدين يعني. ايه اللي بعدين؟ انت مش مصدقني؟
انت الصدمة خلاص يعني، ايه اللي بعدين؟ دي حاجة بتاعت ايوه ربنا. هي حاجه بتاعت ربنا وكل حاجه ماشي، بس الواد لسه صغير، الواد لسه ما كانش 4 شهور. طب ما المفروض اصلا انا اللي اتعب واتضايق، انت اصلا مش بتشيله، انا اللي بشيله وانا اللي بتعب وانا اللي بعمل كل حاجة. بس عادي طالما في حمل وربنا رزقنا يا عم فخلاص، رب هعمل الحمد ايه لله طيب؟ على كل شيء، الحمد بس احنا لله. عاملين حسابنا. ما احنا عاملين حسابنا عشان خاطر انت هتعرفي تشيلي 2. هعمل ايه طيب؟ حاجة ربنا رزقنا بيها، هعمل ايه؟ كده خلاص يا جماعة، المقلب خلص. بص هو دخل جوه من الصدمة اصلا، وانا اصلا كمان اتصدمت من رد فعله. وصراحة كنت هعيط، فهو سابني ودخل. لما عرف اللي هو مقلب ان انا بصور، قال لي يعني انت بتعملي ايه او ايه العبط ده. لو حابين مقالب تانية يا جماعة قولولي، لان اعمل مثلا مقلب في اهلي، مقلب في صحابي، افكار مقالب جديدة. اي حد عنده فكرة مقلب يكتبلي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. وباي.